ما هو الحصن اليومي للحسد والعين؟ وكيف تحصن نفسك كل يوم وأولادك ومتاعك من هذه الشرور؟ اليوم أيها الأحبة سنتأمل آيات وأدعية مهمة جدا. أنا من خلال تجربتي أقرأها كل يوم، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أجد أنها تحصنني من هذه الشرور بإذن الله عز وجل. حتى يتبين لهم أنه الحق. الحصن اليومي ضروري جدا. هذا الكلام ليس كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان دائما يبدأ يومه بأدعية محددة وآيات يقرأها كل يوم يحصن نفسه بها ليحتمي ويحفظ نفسه من شر الشياطين، مع العلم أن هذا الكلام كان النبي يطبقه، فما بالك بنا نحن اليوم؟ نحن بأمس الحاجة أخي الحبيب اليوم في هذا العصر بالذات أن نقتدي بمن وصفه الله قال في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا النبي الكريم كان يبدأ يومه بآية الكرسي، وهي أعظم آية من القرآن، وهي حقيقة هي تكفي لتحصن نفسك بها حتى المساء، حتى الليل، وتقرأها في الليل فتحصن نفسك حتى الصباح بإذن الله. والنبي عليه الصلاة والسلام تعهد أنه من قرأ آية الكرسي فلا يزال عليه حافظ من الملائكة يحفظه من الشر، يحفظه حتى يمسي أو حتى يصبح. وهي أعظم آية من القرآن، الآية 255 من سورة البقرة. أنا أنصح كل أخ أن يحفظها إذا لم يكن يحفظها، أن يقرأها كل يوم. هي أساس الرقية الشرعية وأساس الحصن اليومي. وفيها طبعا هذا المقطع: ولا يؤوده حفظهما، يعني الله عز وجل لا يعجزه ولا يعجز أن يحفظ السماوات والأرض، فكذلك لا يعجزه أن يحفظني ويحفظ أولادي أو أهلي أو متاعي، أو يحفظني في كل ما أريد من الله سبحانه وتعالى أن يحفظني. فإذا أخي الحبيب، آية الحفظ هي آية الكرسي، وهي أساس الحصن اليومي. الشيء الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ يومه باسم الله، ولكن هذه الصياغة أحفظها 3 مرات. من قالها 3 مرات لم يضره شيء أو لم يضره شيء بإذن الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تمام؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بعض الناس قد لا يقتنع بهذا الكلام، يقول لك يعني أنا إذا قدر الله لي شيئا ماذا أستفيد من الدعاء؟ لا يا أخي الحبيب، الدعاء يغير ما كتبه الله ويرد القضاء، لأن من أسباب صرف الشر هو الدعاء. وإلا لماذا قال الله لنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ فإذا هذا دعاء مهم. ثم يكفيني أنا يكفيني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو به، والنبي لم يكن يدعو بشيء عبثا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة قل أعوذ برب الفلق ضروري أخي الحبيب، ضروري أن تقرأها كل يوم، بل وتبدأ يومك بها وتختم يومك بها. هي من أحب السور إلى الله عز وجل. قل أعوذ، ألتجئ وأحتمي وأطلب من الله أن يعيذني، يجيرني، يبعدني، ينجيني من شر ما خلق. كل المخلوقات خلقها الله، فأنا أستعيذ بالله من شر ما خلق.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب الليل، ومن شر النفاثات في العقد السحرة، ومن شر حاسد إذا حسد، العين والحسد. لو لم يكن هناك حسد وله تأثير قوي لما أنزل الله سورة كاملة اسمها سورة الفلق، وإلا لكان هذا كلام لا معنى له، حاشا لله. إذن سورة الفلق هي جزء أساسي من الحصن اليومي. الدعاء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به كلما نزل في مكان لكي يصرف الله عنه شر هذا المكان: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا الدعاء أيضا هو حصن، يعني ربما تنظر له أنه كلام عادي مثل كلامنا، ولكن هذا الكلام له معنى، وهذا الكلام هناك ملائكة من حولنا الآن، وأنا أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هناك ملائكة موكلة بحمل هذا الكلام وتصعد به إلى خالقها، فيستجيب الله ويعيذني من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قد يقول قائل: ما هو الدليل أن الكلام هذا الطيب يصعد إلى السماء؟ قال تعالى: إليه، يعني إليه عز وجل، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعمال ترفع، يعني لنفرض أنك تبسمت في وجه إنسان، تبسم فقط من دون مصلحة، صدق لك، وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. هذا العمل على الرغم من بساطته يصعد إلى السماء، يرفع إلى السماء، وبالتالي كل حركة تقوم بها محسوبة، كل فكرة تخطر ببالك محسوبة، كل كلمة تنطق بها محسوبة. هناك سورة طبعا هي أعظم سورة من القرآن، هي الفاتحة. الفاتحة هي جزء أساسي راسخ من الرقية الشرعية أو الحصن اليومي. أنا أقول لك مبادئ ألف باء، يعني التحصين اليومي. سورة الفاتحة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إنها السبع المثاني وهي أعظم سورة في القرآن. وفيها آية مهمة أن تتأملها عندما تقول: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم لا يعني فقط الصراط يوم القيامة، لا، هناك طريق مستقيم في الدنيا غالبا ما نضل عنه ونبتعد، فأنت تسأل الله أن يهديك الطريق المستقيم، هو أقصر طريق بين نقطتين مستقيم، يعني يا رب اهدني لأقصر طريق للرزق، اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهدني لأقصر طريق للعلاج، اهدني لأقصر طريق لحل هذه المشكلة، وهكذا. هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. هناك دعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منه أيضا: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله يعني أبدأ باسم الله. توكلت على الله، يا رب أنا توكلت عليك وأسلمت أمري إليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يحدث تغيير أو تحول أو تبديل، ولا يحدث أمر في الكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، هو القوي العزيز عز وجل. فأنا في هذه العجالة أخي الحبيب أعطيتك يعني أساس الحصن اليوم. يعني هذا ضروري كل يوم عندما تخرج من بيتك أو عندما تستيقظ تدعو بهذه الأدعية وهذه الآيات والسور التي تحدثنا عنها، ثم أدعو الله بما شئت واقرأ من القرآن ما شئت، ولكن هذا أساس البناء، أساس الحصن. فاكتبها على ورقة إذا لم تكن تحفظ لتذكر نفسك كل يوم، وصدقني لن تندم على شيء، لأن هذه الكلمات التي تقولها هي
كلام طيب يرفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، الكلام الطيب يصعد إلى الله، وكل حرف ب10 حسنات، وفيه اطمئنان للقلب، لأن كل ما ذكرناه هو ذكر الله. ما هو ذكر الله؟ هو الدعاء والقرآن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قلبك ينشرح ويهدأ ويطمئن، وتزيل عنك المخاوف ويتنحى عنك الشيطان، لأنك إذا ذكرت الله هرب الشيطان، وإذا نسيت ذكر الله استحوذ عليك الشيطان. ما هو الدليل؟ قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فكأن الله يريد أن يقول لك كل من ينسى ذكر الله الشيطان يسيطر عليه، بل يستحوذ. يعني انظر كلمة استحوذ، كأنه سيطر سيطرة كاملة على قلبك وعقلك وسلوكك واتخاذ القرار، يسيطر عليه، وحتى خياراتك يسيطر عليها، حتى ما تحب وتكره. نسأل الله عز وجل أن يبعد عنا شر هذا الشيطان، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يحفظنا وإياكم جميعا من كل شر ومن عين كل حاسد، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.